نبات زي الذهب بالظبط هيتزرع في صحراء مصر. النبات ده هيدخل لمصر المليارات ذهب في قلب الصحراء المصرية. هنتعرف على كل التفاصيل. بتعلن الحكومة المصرية إنها بتنفذ أعمال حصاد محصول نبات بيزرع في صحراء محافظة البحر الأحمر، بيتوقع أن تجني المليارات من الجنيهات. بتكشف الحكومة عن نبات اسمه الجوجوبا بمشروع زراعة النباتات المقام على مساحة 3000 فدان، وده باستخدام مياه الصرف المعالجة ثلاثيا. رئيس هيئة تنمية الصعيد بيقول إن المشروع اهتمام بالغ بالمشروعات الزراعية غير التقليدية، وعلى رأسها نبات الجوجوبا لأنه بيكون غالي جدا. مميزاته الخرافية بيدخل في العديد من الصناعات الحيوية، ومنها مستحضرات التجميل والأدوية والزيوت الصناعية. فرص تصدير، بيوفر عائد اقتصادي مرتفع إلى جانب إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة. الذهب الأخضر أو نبات الجوجوبا هو شجرة صحراوية بتكون معمرة وبتنمو في المناطق القاحلة. بيطلق عليها الذهب الأخضر، وده لقيمتها الاقتصادية العالية، واستخداماتها المتعددة بتدخل في أدق الصناعات الثقيلة والتجميلية. النبات بيتحمل درجة حرارة مرتفعة جدا وبرودة قاسية. عمر الشجرة الواحدة بيوصل ل100 سنة أو أكتر من كده. الشجرة تمتلك جذور قوية وعميقة بتصل ل9 أمتار تحت الأرض، بيجعلها بارعة في امتصاص الرطوبة ومقاومة الجفاف. فوائد كبيرة لا تحصى. فوائد اقتصادية عالية للغاية، تدخل الزيوت المستخلصة من النبات في صناعة الطيران والمحركات لأنها لا تتحلل في درجات الحرارة العالية، وبتحافظ على اللزوجة. تدخل في صناعة الكريمات والشامبو. زيوت البشرة لأنها تمتص بسرعة ولا تترك أثر دهني، وتعمل كمضاد طبيعي للالتهابات والبكتيريا. زيت النبات بيستخدم في علاج بعض الأمراض الجلدية وتسكين الآلام الجراحية. أنواع أشجار الجوجوبا متعددة تتناسب مع طبيعة البيئات المختلفة. المحصول موفر جدا للمياه وقادر على مقاومة التغيرات المناخية. محصول واعد بيحقق قيمة اقتصادية مرتفعة، بيسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية. أبرز مميزات الجوجوبا إمكانية زراعته في الأراضي ذات الخصوبة المنخفضة والطبيعة غير المناسبة لمعظم المحاصيل الشتوية أو الصيفية، وده بيجعله غير منافس للمحاصيل التقليدية في الدورة الزراعية. لا يحتاج كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى. كما يمكن زراعته في الأراضي الملحية، ما يجعله خيار مثالي للتوسع الزراعي في المناطق الصحراوية والمناطق ذات الموارد المائية المحدودة. لو عندك أي استفسار أو أي تعليق اكتبه أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.